هو ده الاهلي اللي احنا عارفينه. يعني هي دي الروح وهي دي الاداء بتاعهم. النهارده كان في تركيز من بدايه المباراه، كان اللعيبه نازله النهارده عارفين ايه الهدف، عايزين يصالحوا جماهيرهم. يعني حتى وانا قاعد بتفرج على المباراه بقول ليه الاهلي ما بداش كده في الماتش اللي فات. ده بيدل ان لعيبه الاهلي لما بتركز بيطلع افضل الامكانيات عندهم من ناحيه روح، من ناحيه اداء، من ناحيه تمركز. يمكن النهارده حتى من خلال اداء المباراه ما تقدرش تقول على حد وحش. هي دايما كده الاداء لما بيبقى كويس مجمع من الفرقه كلها، حتى اللي ممكن تلاقيه مش في حالته ما بيظهرش، ما يبانش ان هو مش في حالته، مش هيبان. بس مجمل النهارده الاداء يمكن بخلاف بس موديست. بس انا برضو مش عايز ادي على يعني تعليق على موديست، لان باين ان هو بقى له فتره بعيد عن الملعب. وبرضو لسه التاقلم ولسه حتى الحركه بتاعته جوه الملعب لسه ما ظهرتش. يعني اتمنى ان هو يكون صفقه، لان احنا كلنا كنا مستنيين مهاجم مميز، وهو على اللي احنا شايفينه برضو هو جاي من بروسيا دورتموند. فرقه اكيد هيبقى في اضافه للنادي الاهلي. فبرضه انا مش عايز ادي تعليق عليه، اقل حاجه على ما يبتدي يتاقلم مع الفريق ويبتدي يتاقلم على الاجواء، يعني بعد 4 ماتشات او 5 ولا ماتشات. حتى تدي انطباع مبدئي. لا ما تقدرش. برضه انا هديله عذر ان وارد ان ممكن يكون بقاله فتره كبيره جدا على الملعب. وباين عليه النهارده من خلال تواجده في الملعب ان هو حتى اللياقه البدنيه لسه ما وصلش للفورمه بتاعته. تحركاته يعني انا يعني ممكن الناس يعني يوصل التصريح بتاعي ان هو وحش، بس باين عليه ان هو مش ما عندوش اللياقه البدنيه، مش جاهز يعني. مش جاهز. شكله ان بقاله فتره بعيد خالص. حتى تحركاته، حتى التحاماته، حتى هو الدوري الالماني خلصان اعتقد في شهر 5 اللي فات، يعني وارد ما اعرفش هل بقى من 4-5 شهور يعني. برضو يعني خلينا نتكلم التقييم بتاعه نقدر نقيمه بعد 4 مباريات. بعد 4 مباريات. بعد 4 مباريات بالظبط. اشمعنى 4 مباريات؟ عشان تبقى خلاص هيبتدي يتأقلم، يعني على الاقل حتى يبقى ظهر. يبتدي ظهر وتأقلم مع الفرقه والتدريبات بتاعته. برضو اكيد بيشوف الانطباع عامل ازاي. برضو يعني في برضو اكيد مستر كولر هيقعد معاه، هيبتدي يتأقلم مع الفرقه، هيبتدي يتأقلم مع الامكانيات خد بالك برضو انت طريقه ادائه في الدوري الالماني اسرع. الريتم اعلى اسرع، والحركه اسرع، وعندك الونجين ونص الملعب سرعه حركه، سرعه تحرك، عرضيات كتيره جدا. النهارده كانت يعني طبعا رتم المباراه مختلف. انت برضو بتلعب قصاد برضو النادي المصري من الفرق الكويسه، وعامل صفقات كويسه بس ما ظهرتش النهارده. ولا كانت ظروف ماتش؟ لا مش برضو هقول لك، لان خلي بالك هو الاهلي كان كسبان 1-0 الشوط الاول، الشوط الثاني باهر محمدي اتطرد فالدنيا فتحت شويه. والله بص، حتى لو ما يعني باهر ما اتطردش كان برضو الاهلي باين ان من بدايه المباراه ان هو نازل افضل. النهارده كان في عنصرين مهمين جدا، وانا كنت سعيد بادائهم لان انا اتكلمت عليهم من المباراه اللي فاتت. مش موضوع ان انا بحاول ان انا اثبت وجهه نظري، بس لمسات اللعيب بتبان من البدايه. كان رضا سليم وامام عاشور. الناس يعني دول من الاثنين اللي خدوا نقد كبير بعد المباراه، رغم ان هم كانوا هم افضل الوحشين في المباراه اللي فاتت. بس النهارده برضو الضغط اللي عليهم والضغط الجماهيري، وان الناس شككت في الامكانيات بتاعتهم النهارده ظهر. وعلى فكره لسه عندهم اكتر. خد بالك النهارده كانوا عاملين دويتو مع بعض مميز جدا. بقالنا كتير في السنوات الاخيره ما بنشوفش ان في انسجام ما بين اتنين وما بين بعض. ان هم برضو ان هم يظهروا بالشكل ده، فانا مبسوط بادائهم. باين ادائهم في الملعب، وباين سرعه الحركه بتاعهم، باين التمركز بتاعهم والانسجام بسرعه مع لعيبه النادي الاهلي. تحس ان هم مش لعيبه جديده في النادي الاهلي، ودي حاجه كويسه. ولسه على فكره الاهلي لما يوصل للفورمه افضل مع عوده طبعا الغيابات اللي موجوده، وان اللعيبه حتى توصل لاعلى فورمه من ناحيه اللياقه البدنيه ومن الروح. اعتقد النادي الاهلي هيبقى ليه شكل افضل من كده بكتير يعني. كابتن وائل